5 اخطاء بتتعمل في علاج السلوليت، بتحصل كتير جدا والناس بتستنى منها نتائج، زي المساج، زي الكريمات، في حاجه اسمها اللف التنحيفي، الكرايو والكافيتيشن. دي حاجات ما بتجيبش نتيجه خالص مع السلوليت. فكره السلوليت او علاج السلوليت عموما بنستخدم فيه الراديو فريكونسي مع الفاكيوم مع الكود ليزر مع حاجه للعضلات وللليمف درينج زي الالترا تون. في جهاز عظيم جدا بيجيب معانا نتائج هايله وبتكون سريعه اسمه الكورسلم، بيشتغل توننج للمكان نفسه. في بالنسبه للجزء اللي ليه علاقه بالحقن في حالات السلوليت، مش حقن تخسيس، لان حقن التخسيس برضه من الحاجات الغلط اللي بتتعمل، هو حقن بيشتغل على البونز نفسها اللي بتكون مش سبب من اسباب ظهور السلوليت. النتيجه نفسها بتكون موجوده خلال قد ايه؟ لو بنعمل حقن بتكون النتيجه اسرع كتير في خلال 10 ايام، او لو بعمل جلسات طبعا بيتوقف على الدرجه بتاعه السلوليت نفسه واللايف ستايل بتاعي، بغيره ازاي وبتعامل معاه ازاي، وشرب الميه والكولاجين، كذا عامل لازم نهتم بيهم عشان نقدر نوصل لاسرع نتيجه في اسرع وقت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم فيديو جديد.